وصحبه أجمعين. وهذا حديث أيضا من الأحاديث العظيمة والتي فيها دور وفضل لأبي بكر رضي الله عنه في تثبيت الناس عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا منقبة كبيرة له في حسم قضية الإمامة والخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر مهم جدا، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. والحديث يعني مهم وفيه أشياء كثيرة جدا. نقرأ الحديث ونعلق عليه ابتداء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، والسنح مكان في عوالي المدينة، وكانت منازل الخزرج من الأنصار. وكان لأبي بكر بيتان: بيت مجاور الذي فتح له باب إلى المسجد، وبيت بالسنح، وكان له زوجتان، وكانت النوبة للزوجة التي هي في السنح. وكان قد سأل ابنته عائشة عن يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنه تحسن. يعني قد يسأل سائل: لماذا أبو بكر ترك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت العصيب جدا؟ يعني لهذا السبب، أنه أخبرته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ما تحسنت حاله، لكن قدر الله أنه يموت وهو في السنح. قال إسماعيل: يعني بالعالي، يعني بالعوالي. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يعني عائشة: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وأنه سيرجع. قال: ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يقصد المنافقين. فجاء أبو بكر، وهنا الدور الكبير لأبي بكر في تثبيت الأمة، يعني أمر مصاب عظيم جدا. يعني تصور الصحابة يعني مع يعني عظيم يعني محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتخيلون أنه يفقدون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وفيه جواز تقبيل الميت. قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب له الطيب، فما كان يعني انبعث منه رائحة إلا الطيب في حياته وفي مماته عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده، أقسم بالله جل وعلا، وهذا قسم الصحابة، وهو قسم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم: والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. قال: والمقصود بالموتتين شدة الموت في الدنيا والآخرة، يعني لا يجمعها الله جل وعلا عليك. وقيل: لا يكون عليه شدة في القبر. وقيل فيه إشارة إلى قول عمر أنه سيبعثه، وإذا بعثه سيموت مرة أخرى، يعني في رد لهذا القول يعني. نعم. ثم خرج من بيت عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات
في بيت عائشة وعلى صدرها، فخرج قال: أيها الحالف على رسلك. الحالف من؟ عمر رضي الله على رسلك، تمهل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه. وفيه أنه حتى في هذه الحالة ينبغي على من أوتي شيئا من العلم والحكمة وكان مطاعا أنه يثبت الناس فيبدأ بحمد الله والثناء عليه. وهنا دور العلماء وأهل العلم في تثبيت القلوب عند الفتن، يثبتون الناس ويذكرونهم بالله ويستشهدون بالآيات، لأن في ذلك أعظم الأثر على القلوب. العبد إذا ذكرته بالله، إذا ذكرته بآية بحديث، في ذلك أثر بالغ عليه. وقال: ألا. كلمة هذه عظيمة جدا، تدل على عظمة التوحيد في قلب أبي بكر، وعظمة التوكل والاستعانة بالله جل وعلا. قال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. يا أيها الناس، محمد عليه الصلاة والسلام حبيب الكل، وأعظم الرجال محبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. مع ذلك كتب الله عليه الموت، وجاء يعلم الناس التوحيد، جاء يعلم الناس الشرع، لكن كتب الله عليه الموت: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تتوكل على من قد مات ولو كان أعظم الرسل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر، انظر كيف استشهد بالآيات في تثبيت القلوب. وقال قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. استشهد لهم بهذه الآية، ووقعت في صدورهم موقعا في قلوبهم. وقال قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس. نشج بكاء فيه صوت كالعبرات التي تكون في الصدور. كيف مرات الطفل يبكي يقوم يسترجع النشيد. قال: فنشج الناس، خلاص أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنشج الناس، وهذا تعبير على شدة حزنهم. فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار. الآن شوف، هذا موقف عظيم جدا من أبي بكر، وهي منقبة من مناقبه أنه كان سببا لتثبيت الناس في هذا المصاب العظيم، في هذه الفتنة العظيمة، المحنة العظيمة، الامتحان الكبير، وذكرهم بالله جل وعلا. الآن خلص النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل وأحب الخلق، وجاء برسالة عظيمة، وجاهد في الله حق جهاده، وأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، وترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتب الله جل وعلا عليه الموت. فالآن ما بقي إلا أن نتمسك
بهديه عليه الصلاة والسلام. الآن انتقل انتقل أبو بكر إلى قضية عظيمة جدا. الآن يحتاج هذه الأمة الآن تواجه مخاطر من الداخل اللي هم أهل النفاق، وجيوش من الكفار الآن تريد أن تستأصل هذه الأمة، بالإضافة إلى قضية نشر الإسلام. فالأمة الآن أمام تحديات كبيرة جدا، لا مجال للتواني ولا دقيقة. الآن حتى تكمل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكمل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة وأوصلها وأمر الناس أن يوصلونها. انتقل أبو بكر إلى قضية أخرى مهمة، وهي لا بد أن يثبت خليفة الآن حتى يقوم بأمور المسلمين، بتجهيز الجيوش، باستقرار الوضع الداخلي، تسيير أمور الناس. وفيه دلالة على أنه انظر إلى منهج السلف، أنهم يقول لك من الأمور المهمة جدا. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. سقيفة مشهورة كان الصحابة يجلسون فيها. الآن من عادة العرب أن لكل قبيلة يكون رئيس، فظن الأنصار رضي الله عنهم بعدما كانت قد اجتمعت الرايات والعشائر تحت أمرة النبي عليه الصلاة والسلام، الآن هم رأوا لما النبي صلى الله عليه وسلم مات لابد أن يكون لهم أمير وقبيلة، أمير يرجعون إليه. قال: اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. الآن عمر انظر إلى هذه الأحداث المتسارعة، أحداث متسارعة جدا. أبو بكر كان في بيته في السنح في العوالي، فجاء وجد عمر بن الخطاب كان يرفع صوته يقول: ما أريد أسمع أحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. والصحابة في ارتباك، فدخل فتأكد أبو بكر: طيب الآن لابد أنه يحسم القضية. فجمع الناس وخطبهم وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات في ذلك. الآن قضية أخرى، قضية يخشى أنه يكون اختلاف في قضية من يكون الخليفة، وأخذ وعطى، وهذا يقول كذا. فهذه قضية لا تحسم سريعا، غير قابلة للتأجيل. الأمر غير قابل للتأجيل. لذلك ربما تسمعون قد شبهة كيف أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم والآن مات وهم يذهبون حتى يتنافسون على الحكم. هذه يا أخوة من المطاعن في الصحابة، بل هذه يعدونها العلماء من مناقب أبي بكر. الآن يحتاج أنه يحدد الخليفة حتى تقطع قضية الخلافات. قال: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. طبعا عمر في رواية أخرى قال: زورت كلاما في نفسي. زورت بمعنى هيأت. هذا الذي هيأه عمر أراد أن يذكر محاسن الأنصار والثناء على الأنصار، وأنه هم ما المقصود التنافس، إنما المقصود أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام في قريش. قال يقول عمر: فتكلم أبو بكر في حديث آخر وهو موجود أيضا في البخاري وغيره، فلم يترك شيئا أبو بكر أنزل في الأنصار إلا ذكره، ولا شيئا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ذكره، ولا شيء أردت أن أتكلم به إلا تكلم به أبو بكر
هكذا. قال: فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال خباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب، يعني قريش، دارا، وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. أبو بكر ما يريدها لنفسه أصلا، قال: تبايعون عمر أو تبايعون أبو عبيدة، لأن الأمر هذا في قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر في قريش. فلما قال أبو بكر: أنتم عندكم أحد رجلين، عمر أو أبو عبيدة، عمر قال: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: يا معشر الأنصار، من منكم يرضى أن يكون أميرا على أبي بكر؟ قال: يا معشر الأنصار، من منكم يرضى أن يكون أميرا على أبي بكر؟ في بعض الروايات: من منكم لا يرضى أن يكون أبو بكر أميره وقد أما الناس في الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلنا نرضى أن يكون لنا. فكانت البيعة بالإجماع، فبايعوا. قال: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد ابن عبادة سيد الأنصار، أي هنا يعني أعرضتم عنه. قال قائل: أعرضتم عن سعد بن، ما أخذتم بقوله. فقال عمر: قتله الله. هنا المقصود ليس المقصود أن سعد مات أو قتل، لا، لو تركنا هذا الأمر واختلفت الأنصار فيما بينهم على سعد، واختلفت قريش، أما سيكون فتنة عظيمة بسببها يدعى على سعد؟ هذا المقصود أنه قتله. يعني لو تركنا هذا الأمر لدعي على إيش؟ على سعد، قتله الله. يعني المقصود لو ترك هذا الأمر بدون أن يحسم لكان الأمر أخطر وأعظم، بأنه ستصبح فتنة عظيمة، وربما يتقاتل الأنصار والمهاجرين من جهة، أو الأنصار فيما بينهم من جهة. فكانت هذه تعد من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه حسم قضية الخلافة. إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.